السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها الشعب العراقي الأبي، حفظكم الله ورعاكم من كل مكروه. واليوم جاي كمان من قيس الخزعلي اللي يريد يبني الوطن من تالي. آخر خطاب ولا في جلسة وقاعد وعلى التلفاز إيش قال؟ قال إحنا ما عندنا مشكلة ويا الأمريكان، خلي يجون ونتفق وياهم، وش يردون إحنا ننفذ. قيس الخزعلي كوني كذاب قل لي واعذرني، الحكيت عليك خوش. كانت سويت من أول ما جيتوا للسلطة سويتوا لعبتوا طوبة. هسه هي التاليها على العمار. شاشنه المعامل أو محمل الاسمنت الفلشته برغي أو دزيته ديران. يا ابو التفليش انت ايش خليت لنا معمل بنايه بها حافظ؟ وانا ويا الشعب ونساعد ونبني. ايش بنيتوا؟ انت فلشتوا تفلش، وانت بالذات يا قيس الخزعلي ابويا، او تغريداتك تلقى علينا. بالبداية شنو صار وش سويت انت؟ يومية وتهدد بإيران. راح ندخل ونجيبها من شاو ربعكم وين وانتم من كنتوا بسوريا. شنو كلامكم؟ لا تسبى مرتين. ابويا لا تسبى زينب عليها السلام. شاويلكم شو صار؟ طفاركم ما لوالي. شنهي وسمعتوا كلام المرجع؟ السيد علي الحسيني السستاني دام ظله خيمة على العراقيين أجمع بجميع طوائفه الكريمة باستثناء انت المجرب لا يجرب. ابويا شنهي القال؟ ابويا لا ترحون لا تعبرون حدود العراق، انتم بالعراق. ابويا وعندنا سور الوطن، الجيش موجود والشرطة بالداخلية والمواطن قاعد بالله وبسور الوطن او شرطة الداخلية، وانت هدوا. ابويا او رحتوا غادي او جابوها الوالي وتقولون عليها شهداء. الله موجود وشوف تاريخ هذا. كانت ما اخذت كلام السيد لو طفق بيكم طفقه، لان ما تعرفون شنو نوع السياسه. انت بكلكم، بس انت بالذات ما تعرف غير تفليش او تحطيم العراق. هذه انتم يا رؤوس الاحزاب الموجوده بالسلطه. يا قيس الخزعلي وانت ابو البناء اليوم، اول ما بويا ودونا خبر بويا نذب السلاح ونروح بالسلطه. لموكم وجابوكم كلكم بالسلطه، وهسه كلكم معروفين واحد. شو تسوون؟ بويا من تالي ولكم 23 سنه، بويا انتهى حدكم وهذا يومكم وانتهت هاي السنة بإذن الله. أو كلمة المرجع 3 نوبات حذركم وقللكم. بويا المجرب لا يجرب، أو حصر السلاح بيد الدولة، والفساد أكبر من داعش. شنو سويتوا وانت بالذات يا قيس الخزعلي يا ابو الأعمار من تالي؟ شنو سويتوا؟ ماكو شيء. بويا احنا نمشي والله كريم مشوها نلفجها منا ونا على الوادم الشعب العراقي. مشت على الشعب. الله شلون هم تمشي
خوش. الرابعة سوى الكم، وانت او كلكم انتم يا الاحزاب الموجودين بالسلطة، ها انتم يا الخمسة والستة، وانت من ضمنهم يا قيس الخزعلي، وديتوا من بيد عمار الحكيم. خوش. يلا ابويا روح وخلينا، منهن نخليه؟ لو نوري لو محمد يشير. هي بقت بعد احنا الشعب العراقي بويا قعدوا او كانوا ياهو اللي ينتخبونه، او قلت مخلفها براس السيد المرجع بلكي ويقول خلوا فلان، والما قال موش فلان احنا ما نقبل. بويا او قضى عمار ومشي، وريني وصل رسالته، قال له ابويا انت ابذل وجرب لا تجرب، خايف منه ورد بعد ما مش. ابويا وش قالهم وجاهم، وجتهم الصاعقة الكبرى. مين؟ ابن المرجع الأعلى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله، خيمة على العراقيين أجمع بجميع طوائفه الكريمة باستثناء المجرب لا يجرب. وانت يا قيس الخزعلي منهم، من المجرب لا يجرب، ما تفيدك إذ كانك أفندي وبدتك الخاكي، أو ما تفيدك وانت هسه حاط عمامه، ما تفيدك لأن انت على باطل، وانتهت أو هذا حدكم هذا اليوم، وبإذن الله أو كلمة المرجع انت قرأتها لو ما قرأتها ما حد قال لك اسمعها مني، ورد اوصلها وترسل بذانك. خايب ورقة حطها، هذا بس عمار قام يرجف وشرى الشردة، بس خاف انه ما قال الكم عليها، لان عمار مسخن صار الا شهرين. شنو المكتوب بالورقة؟ تدري يا قيس الخزعلي يا ابو الاعمار بس اصلاح من تالي. ايش قالهم؟ شوف ورقه او طقها ختم، ورقه او طقها ختم، منبوذين دنيا او بالاخره بالكم تلقونها. ايش مكتوب بيها يا قيس الخزعلي؟ خلنا اقول لك وجه الوجه ابويا او وذنك تسمعها. لقد سئمنا منكم. بعد شو تسوي انت يا قيس الخزعلي؟ شو تريد تبني او شو تريد تعمر؟ ابويا خايب منبوذ او كلكم انتم يا رؤوس الاحزاب منبوذين دنيا او بالاخره بالكم تلقونها. لقد سئمنا منكم. الله اكبر. بعد شنهي؟ شو تسوون؟ شو تجيبون؟ شو تحطون؟ ما مش رجوا ما مصلح. شلون هي؟ الله بالمرصاد لابد يجي اليوم او تحاسبون او كل كم. بويا او هسه سبايا ما نريده. ليش بويا سبايا ما تريد؟ موش عراقي خايبي جهوة لا باق او لا لهب او لا فلش مصانع او لا هرب النفطات. انتم كل هالسوالف بيكم انتم، او خليتوا الشعب يركض ويلطم. تردون كل ما رديتوا واحنا على عهد الأئمة. ايش تردون بويا؟ او هسه من يجي الحصار شو نسوي؟ يلا حطوا لكم كل من هذا يطلق جسمه شلون تشيله مال جسمه الطحين، والثاني يعطينا تشيله مال شكر، او هذا يعطينا خبزه او هذا يعطينا خضره، تصير التبادل هيك وسووها بينا. يلا سووها بينا. كل ما هديته وقلت الدين بويا والدين بريء منكم الى يوم الدين. خايف كل من يعرف دينه بويا، كل من يوم اللبا. احنا ايش علي انا ابو الكام يا ناس يا الشعب العراقي؟ بويا يردون يفرقون الشعب العراقي والكم احنا كتله ورد لا شدت ورد من كل طائفه ورده، او باذن الله نظل. والسيد الاعلى علي الحسين السيستاني دام ظله، خيمة
على العراقيين أجمع بجميع طوائفه الورود بطوائفه الكريمة، باستثناء المجرب لا يجرب. تدرون شنو خايبين هاي المجرب لا يجرب، وحطيتوا يا الضحكون ها وختمها وياكم بالرابعة. شنو قال؟ المجرب لا يجرب. بوي حصروا السلاح بيد الدولة أو خلوها تمشي على مالت الله، ما أخذتوا النصيحة. والثالثة شنو هي؟ بويا الفساد أكبر من داعش، من هذا الفساد يريدونك أنت يكضونك، خايف بلشت المعامل أو هالسالة نريد أمريكا تجي وتعمر وإحنا وياها من تالي. كان شلون شدري التوب توبة ما تصير الكم، لأن انختمتوا بالرابعة. إيش قال لكم السيد؟ أنت ما سامح أخاف عمار الحكيم ما قال لك مسخن ونايم، ها ما يدري ايش يقول وش يسوي بالورقة أو ختمة دنيا أو بالآخرة باب كم تلقونها. ها يا قيس الخزعلي ما سامح حرد سمعك ترسل إذن، لقد سئمنا منكم. وين عطوة؟ ماكو. مشاية؟ ماكو. ما تقدرون، خابوا باب ونسد عليكم، مذمومين بالدنيا وبالآخرة قبال كم تلقونها. والله بالمرصاد أو حش لله كلم بديكم، والله يزيدكم منكم وبيكم. الله ما يعتدي على حد. ها أو ظل عنا تغريدة حطنا بالله ما يفيدك بعد. أو الله موجود أو يحمي الوطن الشعب العراقي المظلوم. بويا انتم يا العراقيين صبروا والله ياخذ الحق. ها صرخة النسوان والأطفال، ها بويا والكم هاي لها حوبة. ها يا قيس الخزعلي شنو سويت انت بفلسطين وبسوريا او لبنان؟ ها بويا كانوا هسه تردون الجهاد بمن يا جهاد احنا شلون تطلع الوادم او ذبابيكم وانتم الجهاد كل مواطن لازم. ما يصير بويا ما يصير عمي الشعب العراقي ما يصير تطلع انت والله انا جاهد، ماكو هاي ما يصير. عندنا مرجع السيد علي الحسين السيستاني دام ظله خيمة على العراقيين أجمع بجميع طوائفه الكريمة باستثناء المجرب لا يجرب. وانت يا قيس منهم؟ ها ابوي هناك من نسمع الفتوى ومن نسمعها خلنا سمعك زين، خاف تودون منا ومنا وتقولون السيد قال لا، والعراقيين يعرفون كل الزين. بويا بس المرجع وين؟ خايب عده ناطق باسمه واحنا بس هذا الله بالله وبيه يا هو عبد المهدي الكربلائي حفظه الله ورعاه. بويا يا الشعب العراقي ما سمعون الفتوى الجهادي غير من هالإنسان. ليش؟ مش هو الوسيط بيننا أو بين المرجع، وين يلقيها؟ بالحضرة الإمام الحسين عليه السلام يوقف ويقول ويحكيها بالجهاد أو كلها تطلع. مش انتم يومية حاطين لي لافتة المرجع يقول ولازم، لا ابويا حاشا لله المرجع ما طاها، لأن شعبنا بعده أو جيشنا بعده ما يصير جهاد يا الشعب العراقي ما يصير. أقل كمانه ما يصير، بذولا الأحزاب دولبونا الدولب ما عندهم غير هسه يلا طلعوا او مو يدري لا طالع لا مقتول من نواجه. هو الوطن علما جيش دور الوطن علما غير يحمون بمن بالروح وبالدم. يا الشعب العراقي ادري ماتوا منا دخلوا علينا، لا والله ابوي بقى ومن يدخلون ذيك الساعه ويشوفون لا الجيش بعد ما قدر والطبون جوا والشرطه ما قدرت ايام ذيك الساعه. او نسمع الفتوى موش يا هوتشان سمعوا يا الشعب العراقي
والله بن مرصاتر الله شاهد عليكم. الله شنو أقرب منكم من حبل الوريد. ها أو كان المرجع من يقول الملبس عبد المهدي الكربلائي حفظه الله ورعاه. ها بس عبد المهدي الكربلائي لا سمعون منا ومنا، هو الناطق الرسمي باسم السيد المرجع علي الحسين السيستاني لا مظله، خيمة على العراقيين أجمع بجميع طوائفه. ولكم الورود ورود، كل طائفة وردة أو ملمومة خيمة عليهم، أو باستثناء المجرب لا يجر. وانت يا قيس الخزعلي من المجرب لا يجر، من تالي تريد العمار من هسه. لا بويا بسواعد العراقيين بإذن الله تنطردون أو تنذلون والختمة تبقى. ها بويا نطوي الكتاب ونقفله قفل، ها بويا ونحط اسمك وياه أو نشمره بعيد ونقول يا الله فكنا من هالشر. ها وين نذبكم؟ إلى مزبلة التاريخ، قبلتم أو لا تقبلوا. الشعب هو من يقول كلمته، لأن هو اللي يعين منه المالي كان، مو ياهو كان وانتم كيفكم سجلوا حطه. الله بالمرصاد ان شاء الله يجي اليوم ونذكرك يا قيس الخزعلي. افضل انت تغريده هنا مقابله هنا، ماكو كرجه ماكو ورقه او ختم دنيا او تلقونها قبالكم. وسمعك اياها بعد واخر نوبه، لقد سئمنا منكم. وانت منهم يا قيس الخزعلي. ها او هسه تريد اعمار وترجع للعراق. ها شني ندمتوا؟ بعد الندم ما يفيد. مين من يوم مرقه والختم بعد ما تصير لكم شعره، يصير طفار كمالوان. وان شاء الله في ليساتنا ترد الشعب له والله بالمرصاد ان شاء الله. بسواعد العراقيين ذولا كلها مواطن بويا، ما عندنا مالكم شغل شنو دينا وشنو بويا. احنا شكو هو الوطن ملموم والكم ملموم 7000 سنة. ها بويا كلها من وردة وردة، كل طائفة بوردة واللمها لم. ها والمرجع الأعلى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله خيمة على العراقيين أجمع بجميع طوائفه الكريمة. شنو هي طوائف؟ والكم ورود ورود شقة ورد، والسيد خيمة عليهم لأنه يحكي الحق أو كلها تعرف القول ماله. والله بالمرصاد الله كريم. أو يرجع شعب العراق. هاي هي تغربلنا. ها خلينا نتغربل يا الشعب العراقي، خلينا ويطلعون منا ذولا النخاوة ونذبهم. ها ابوي نذبهم قابل ويا بمزبلة التاريخ. والله شاهد كل ذكر بعد مالكم. الله كريم. أو تبقى كلمة المرجع السيد علي الحسين السيستاني دام ظله خيمة على العراقيين أجمع بجميع طوائفه. طوائف شنو؟ الكم ورود ورود هيك شدت ورد طوائفه الكريمة باستثناء المجرب لا يجرب. وانت يا قيس الخزعلي منهم والله بالمرصاد. ها ابويا الشعب العراقي لا تسمعون بجهاد من ذولا الزبابيق وذولا رؤوس الأحزاب. عندكم مرجع الأعلى والناطق الرسمي من هو عبد المهدي الكربلائي بالله وبيه. أو هو ينقل كلمة من المرجع الأعلى، أو وين يلقيها؟ بحضرة الإمام الحسين عليه السلام. ها أو لا وتأكدوا من التاريخ. دير بالكم ذولا الأحزاب يوميا يطلعون القديمة ويقولون الجهاد. لا بويا
ديروا بالكم لان هم جهلوا الوادم كلها، وانتم يا المثقفين يا تعرفون المحامين المعاونين المهندسين اقروا الفتوى عدل. ديروا بالكم فتوى ماكو ترى بالله او بالناطق للسيد عبد المهدي الكربلائي حفظه الله ورعاه. بس هو يجيب الخبر من المرجع. ديروا بالكم ما حد يقول هذا من لا 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 حاشا لله. بوي هالمرجع او هالناطق، ها بوي المرجع علي الحسين السيستاني لا مظل خيمة على العراقيين أجمع بجميع طوائفه الكريمة باستثناء المجرب لا يجرب. والناطق عبد المهدي الكربلائي حفظه الله ورعاه. بوي هذا انتم يا الشعب العراقي وبلغتكم وتركوكم من هالاحزاب، وانت يا قيس الخزعلي الى مزبلة التاريخ ويا الزمرة مالتك. خوش نصر من الله وفتح قريب.